مساء الخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض مربى البرتقال. هي حاجة كده جت ببلاش خالص، ما كلفتنيش. كان عندي برتقال، خدت القشر بتاعه قلت استغله واعمله مربى. انا جبت القشر وقطعته، دولي 400 جرام. القشر ده وزنته 400 جرام. حطيت عليه مية بتاع ازازة مية، وحطيته على البوتاجاز بحيث ان هو يتسلق سلقة خفيفة كده عشان انزل المرارة اللي فيه، عشان ما يبقاش مر. وبعد ما خلاص اتسلق حطيته في مصفى. صفيت المية اللي هي فيها المرارة دي ورميتها زي ما انتوا شايفين اهون. انا حطيته في المصفى. خلاص كده صفيت المية اهي. هرميها ونبدأ ناخد البرتقان هنعمل بيه المربى. جبت القشر البرتقان، حطيت عليه نفس المقدار بتاع قشر البرتقان. حطيت 400 جرام زي قشر البرتقان بالظبط. بس انا بقى عملت حاجة جديدة، حطيت عليه باكو جيلي، وحطيت عليه فانتا برتقان، وكملت عليها مية. يعني فانتا البرتقان دي كانت تقريبا 450. وانا حطيت عليها مج كمان كبير مية، مج كبير. المج ده كان كبير، وحطيتهم على البوتاجاز. وبعدين عصرت عليها ليمونية، وسبتها بقى على نار هادية خالص لحد ما المربى استوت وبدأ يظهر فيها السكر. انا مش مكترة فيها السكر بصراحة. دلوقتي انا خدت جزء بعد ما هي قربت تستوي، خدت جزء فرمته شوية بحيث ان هي المية بتاعة المربى ما تبقاش بقى مية كده اكنها مية عسل او كده. لا، الحبة اللي انا فرمتهم خلاها لها معجون جميل كده زي ما موجود قدامكم كده في الفيديو اهون. هي بصراحة طلعت حلوة، وكمان الفانتا ادتها طعم، هي والجيلي ادها طعم جميل، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مسكرة قوي زي اللي بره اهي. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت بقى ايه تدعموني بلايك واشتراك.